في آداب لازم تكون موجودة في المقابلة الشخصية، ولازم تبقى موجودة عند أي شخص بيعمل مقابلة شغل أو انترفيو لشخص قاعد قدامه، زيها كده زي آداب الأكل وزي آداب كتير جدا المفروض تكون موجودة فعلا في حياتنا. أول حاجة منها اوعى تتكبر على الشخص اللي قدامك، اوعى تعامل الشخص اللي قدامك بمبدأ إن أنا هنا وإن أنت هنا، بمبدأ إن أنا أحسن منك، لأن ببساطة لو الإحساس ده أصلا بقى داخلي وموجود جواك أنت مش هتعرف تحكم بشكل سليم على الشخص اللي قاعد قدامك، مش هتعرف تكون انطباع حقيقي. فاول ما تحس اصلا بالاحساس ده جواك دايما قول اللهم اجعلني في عيني صغيرا واجعلني في اعين الناس كبيرا. وتاني مبدا لازم يكون برضه موجود عندك، الميعاد ميعاد. اديت للراجل ميعاد الساعه 11، بعت له ايميل او رساله واتساب او مكالمه تليفون واكد عليك الساعه 11، يبقى ميعادك الساعه 11، مش 11 ونص ولا الساعه 1 ولا الساعه 2. ما ينفعش ابدا تجيب واحد تلطوه عندك بالساعتين والثلاثه علشان بس يبدا الانترفيو. انت متخيل ان هو اصلا هيدخل مخنوق منك ومش طايقك؟ وغالبا انت لو شخص سبته بالمنظر ده وانت ما اعتذرتلوش من الاول، فغالبا هتبدا معاه المقابله وكأن مفيش اي حاجه حصلت، مش هتعتذر له حتى في اول المقابله، وده هيحرق دمه اكتر. فانسى ان انت تعمل كده في شخص. وتالت اداب لازم يكون موجود عندك، او تالت ادب لازم يكون موجود عندك، الشفافيه والصراحه. وهنا مش بنقول اي كلام مجازا، ولكن خليني ادي لك مثال. ما ينفعش يبقى جاي لك مثلا مهندس، المهندس ده رايح يشتغل في حته نائيه، فهو مش شايف بيئه العمل، ولكن بيعمل معاك الانترفيو في مقر الشركه الرئيسي، فتقول له لا ده انت هتفضل مثلا ساعات عملك كذا ومن كذا لكذا، فيجي يقول لك بس انا مثلا بتحسس من الشمس، هو انا هفضل واقف في الشمس كتير؟ تقول له لا ده انت بس يا دوب هتطلع على الموقع 5 دقائق كل ساعتين ثلاثه، يروح يكتشف ان هو مش هيقعد في مكتبه اصلا الا 5 دقائق في اليوم. فانت كده عذبته، اديته معلومه غلط، ممكن يكون الراجل استقال من شغله بسبب معلومه واحده بس ضللته بيها، وهتتسال وهتحاسب قدام ربنا على المعلومه دي. اخر حاجه وخليني اقول لك عليها، كفايه اسئله هبله وكفايه اسئله ملهاش لازمه وكفايه اسئله تافهه، يعني خلاص ننسى بقى العصر القديم ده. ما ينفعش ابدا واحد يبقى بيعمل معاك انترفيو تروح مثلا ساله سؤال تافه وتقول له لو كنت حيوان كنت حابب تبقى ايه؟ والله انا شفت حد سال السؤال ده قدامي يعني، والراجل الشخص الكانديديت او المتقدم للوظيفه كان شخص مهذب، فيعني رد عليه رد كده وخلاص قفل معاه الانترفيو. واخيرا وليس اخرا، اعرف ان انت طالما انت قاعد بتكلم شخص قدامك بتعمل له مقابله، انت هتتسال على نفسيته قدام ربنا، انت بتمثل شركتك وبتمثل الواجهه بتاعت الشركه بشكل رسمي. اي معلومه غلط هتقولها له هتضلله، ممكن يترتب عليها مستقبل شخص كامل. فدايما ركز في الحاجات دي، واعرف ان انت لما بتتعامل مع شخص انت مش بتتعامل بشخصك في المقابله، انت بتتعامل كشركه في المقابله. بالتوفيق.